ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. سونج هي وشها اتعور وجين بتضحك عليها، وهيوك بيجي وبيطمن على جين. بعدها جين في المستشفى ومعاها جون وبيطمنها وبتنام في حضنه. والإعلان بيتكلم عن زميلة جين من ثانوي اللي هجمت عليها، وإن جين في المستشفى وفي حالة مستقرة. وأو بيتابع الأخبار، وهيوك بيطمن على جين وقال لها يأجل تصوير الفيلم. قالت له إنها لازم ترجع الشغل عشان الناس ما تتكلمش عليها كتير. وقال لها البنت زميلتها طلعت عندها مشكلة انفصام وهتروح مستشفى المجانين تتعالج وما تقلقش منها خلاص. ومدير أو عرفه إن هي دخلت نفس المستشفى اللي فيها مرات هيوك السابقة. وأو بيقول له ينفع أتقابل معاها؟ قال له دي مختفية من فترة، واداله فلاشة فيها جزء من كاميرات المراقبة في المستشفى، وقال له راجعتها ومفيش فيها حاجة. بعدها بيسرش على المستشفى وبيعرف إن هيوك صاحب المستشفى أصلا، وبيشغل فيديوهات كاميرات المراقبة وبيلاقي الشخص اللي ضربه قبل كده هناك. بعدها جون مع مامته ومبسوطة انه بيشتري لها حاجات غالية، وبيتقابل مع منتج وبيقعد معاه وسأله عن الكتاب بتاعه انه شبه قصة حياة جين. قال له ازاي؟ قال له سمعت الاخبار وصاحبتها اللي هجمت عليها. وجون بيستغرب والمنتج بيديه يشوف الاخبار وكمان الاشاعات عنها، وقال له لو كتابك عنها فعلا وده حقيقي هننشره. قال له لا، ده خيال ملوش علاقة بيها. بعدها جون بيكلمه وبيسأله عن جين، وقال له انت لسه فاكر الدنيا كلها بتتكلم عن الموضوع ده وانت بتكلمني ليه؟ مش انت متجاهلني اصلا؟ وقفل في وشه. بعدها جين بتقول للخدامة تجيب لها شاي، وبتلاقي باقي الخدامات بيقولوا دي قتلت كام واحد، وواحدة منهم جايه عليها بسكينة. والخدامة بتجيب لها الشاي وقالت لها انت كويسة. وجين بتكتشف انها بتتخيل كل ده ومفيش حاجة، وفجأة بتلاقي نفسها بتشرب خمرة مش الشاي، وبتقول انا كنت بشرب شاي ايه ده؟ وبتخرج بتلاقي المكان متبهدل والخدامات بينضفوا، وبتلاقي الباب المقفول اتفتح، وبتلاقي فوق كل الابواب مكسوره اصلا، وبتستغرب ده حصل ازاي. الخدامة قالت لها مش فاكرة ازاي انت اللي عملت كل ده. وجيم بتفتكر لما حدفت الشاي في وش الخدامة ووقعت كل اللي على السفرة وكسرت البيبان، وطلعت الدور التالت وبتلاقي صورة مرات هيوك التانية. وجيم بتضحك وفجأة بتشوف مراته قدامها، ولما الخدم بيجوا بتختفي. بعدها الخدامة بتقول لها لو تعبانة نروح المستشفى. جيم بتتعصب وقالت لها شايفاني مجنونة ولا ايه؟ انا شربت كتير بس وكنت مش في وعي، يعني عادي بتحصل، وقلتلك قبل كده انا مش زي مراته التانية. بعدها في الشغل جالها قالت له بتعمل ايه هنا؟ قال لها انت كلمتيني، وبتستغرب انها اتصلت عليه اصلا. بيقول لها بجد مش فاكره. جين قالت له قلت لك ايه وقتها؟ قال لها كنت قلقانه جدا وفي حاجه غلط وجوزك هيوك عمل لك حاجه، وكنت وقتها مش فاكره هو عمل ايه بالظبط. قالت له انها مش فاكره انها قالت له كده. قال لها كل اللي بتمر بيه ده من كوابيس وفقدان ذاكره، ده مرتبط بهيوك. مراته السابقة اتجننت ودخلت مستشفى بعد الطلاق، ودلوقتي مفقودة مفيش حد عارف هي فين. وقال لها ان سونج هي قالت للناس قبل ما تهاجمك انها معاها فلوس كتير وانها كانت قابلت هيوك. وجين بتستغرب ده وقال لها انها في المستشفى بتاعته دلوقتي، وان اللي بيحصل ده مش مجرد صدفة. جين قالت له اعمل ايه دلوقتي؟ قال لها تتطلقي. قالت له هرجع للصفر بعد كل ده؟ انا مش عايزه كده. قال لها طالما مش عايزه تتطلقي لازم تحط حدود لكل ده عشان ما يحصلكيش ده تاني. بعدها جين في البيت وبتبص للمرايه وبتصوت وتعور ايديها وتقع على الارض، وهيوك بيكون موجود وشايف كل اللي حصل ده. بعدها بيقول لها موضوع البيبان وعدى، لكن ده محتاج تفسير. ليه بتعملي كده؟ انت مش راضيه عن جوازنا ولا ايه؟ انا بحبك واعتمد عليا. قالت له انا بعتمد عليك اصلا. بعدها جون مع بيسأله عن جين، قال له انها في خطر وان جوزها شكله سايكو. جون قال له في دليل على الكلام ده؟ قال له مفيش عندي دليل، بس هي محتاجة مساعدة. جون قال له انت بتقول مفيش دليل، اهو هي عايشة حياة كويسة. وقال له ازاي عايشة حياة كويسة بالكوابيس وكل اللي بيحصل لها ده وانها مش فاكرة اي حاجة بتعملها؟ جون قال له انا هحل الموضوع ده بنفسي. بعدها جين حد بيقول لها النص اتغير وادالها سكريبت جديد وقرأته واتعصبت، وبتروح تسأل المخرج ازاي النص اتغير فجأة. وبتلاقي عصاية بيحط عليها دم، وبتتخيل ابوها جاي وبيقول لها انت كويسة وحشتيني. والمخرج بيقول لها انت كويسة؟ قالت له ايوه. وفي المشهد معاها العصاية وهتضرب بيها الممثل اللي قدامها زي ما قتلت ابوها بالظبط، وبتفتكر اللي حصل ومش بتعرف تمثل. بعدها بتهدى وبتقرر تعمل المشهد، وبتعمله فعلا، لكن ضربت الممثل جامد وبتنسى انه مجرد تمثيل، وبتتخيل ابوها وكل بيجري يلحق الممثل.
اللي بتكون حالته حرجة وبيروح المستشفى والأخبار بتتكلم عن اللي حصل ده. وجين بتعرف من المخرج إن اللي غير المشاهد الشركة المنتجة وصاحبها جوزها أصلا، وبتروح له بتقول له عملت كده ليه؟ قال لها أنا عايزك تعتمدي عليا وتجيني في كل حاجة، وأنت مش بتعملي كده، أنا عملت لك كل حاجة لكن مش مخلياني سعيد. قالت له شيل الأخبار عني. قال لها تسمعي كلامي، عايز أقول لك إن مراتي السابقة كانت بتعتمد على نفسها ووقعت نفسها بسرعة، عشان كده لازم تعتمدي عليا وما تنسيش إن أخدتك عشان كنت مثيرة للشفقة. وبيضحك وقال لها لو حاسة بالظلم اعتبريه عقاب زي ما قلت قبل كده. وجيم مش فاهمة حاجة. قال لها انت قلت كده فعلا؟ وبنرجع لما كان معاها جون وقالت انها حاسة انها بتتعاقب عشان شافت امها بتموت وما ساعدتهاش، وبيكون هيوك اللي كان معاها مش جون، وانها كانت بتتخيل جون اصلا. وهيوك بيقول لها انا ممكن اندمك وماضيك يتكشف في اي لحظة، لكن لو مش عايزة تخسري كل حاجة انت ذكية وعارفة هتتعاملي ازاي. وبيزقها في المية وتفتخر لما كانت طفلة وتصوت. وهيوك بيكلم جون وجون مستغرب جاب رقمه منين، وقال له مراتي مش في حالة كويسة، تعالى خد بالك منها لاني تعبان من التمرين وهبات في فندق النهاردة. وجون بيروح لها وجين بتشوفه وتضحك. وجون بيقول لها تعالي نمشي من هنا. قالت له عرفت النهارده ان انا ممكن اتكسر تاني بعد كل اللي وصلت له ده. وبتعيط وقالت انها تتخلص منه وهتاخد مكانه وانها تقدر تعمل كده وبتطلب منه مساعده. قال لها ده حط مراته في مستشفى مجانين ووصل لرقمي عشان اجيلك، ده مش سهل. زعقت وقالت له المفروض اعمل ايه؟ قال لها لو حاولت تعملي كده هيكسرك من بدري، لازم تفهمي انه خطر يا جين. جين بتضحك وبتقول له انا لازم اتخلص منه وبتمشي. بعدها جين بيتكلم وقالت له انها مش مستحمله الوضع ده، وقال لها ما تقلقيش وانه هيصلح كل حاجه ومستعد. وقالت له انت بتعمل كده ليه عشاني وانت مش متوقع مني حاجه؟ قال لها انا بحب اكون جنبك، انت كل حاجه بالنسبه لي، وكملي اللي بتعمليه وانا بدعمك وهكون جنبك. تاني يوم بتكون مع هيوكو بيقول لها اخر يوم في التصوير النهارده وبتضحك. قال لها انت كويسه؟ كنت متعصبه مني امبارح وشتمتيني. قالت له انت بتحلم ولا ايه؟ وبيستغرب انها مش فاكره حاجه. بعدها ماشي وراه واحد وبيقف وبينزل يقول له انت عايز ايه؟ قال له انا الراجل اللي كنت عايز تحرقه وولعت في مكتبه، هنتقم منك انت ورئيسك هيوك. بعدها هيوك مع جين والراجل كلمه وعرفه اللي حصل وانه لازم يتخلص من وهيوك قال له تمام اعمل اللي انت عايزه ومش عايز اسمع عنه حاجه تاني. وجين بيكون سامعاه عايز يتقابل مع اخوه لكن بيودعه من بعيد ويمشي. وبيروح المكتب وكلم مديره وبيقول له احنا دلوقتي كلنا مستعدين. بعدها ناس كتير بيدخلوا المكتب وبيهربوا وياخدوا الموتوسيكل وبيروحوا وراه. وجين بتمثل وبتجري ورا بنت عشان تقتلها. بيتخانق مع الناس في مكان عالي وبيضربوه مبهدلينه. وجين بتوقع البنت وبتضربها في المشهد بالعصاية وبتضحك. والمشهد بيخلص والكل بيسقف لها وهي بتكون بتعيط. وكانوا قبل كده حط كاميرا في نفس المكان اللي الناس ضربوه فيه دلوقتي، والكاميرا دي بترفع الملفات كل 30 دقيقة وتتبعت لناس معينة. بعدها قال للراجل بتاع هيوك ما تقدرش تقتلني إلا لما رئيسك هيوك يوافق. قال له هو وافق خلاص، وهيرموه من فوق. وبيفتكر مواقفه مع جين ووعوده ليها انه هيحميها وبيرموه من على المبنى. وجون بيوصل له الفيديو من وفي اللي حصل معاه كله، والرجاله حطوا في صندوق عشان يولعوا فيه. وبيكون جون بيتصل بيه والرجاله اخدت الموبايل بتاعه. بعدها جين وصل لها نفس الفيديو بتتصل مفيش شبكه وبتعرف كده انه خلاص انتهى. بعدها جون راح لمدير قال له هو فين؟ قال له لو كنت اعرف ان هيحصل كده ما كنت سمعت كلامه، وقال لي اذا جيت تسال عنه ادي لك ميموري الكاميرا والموبايل بتاعه التاني. وجين بتخرج الخدم عشان تتكلم مع هيوك على انفراد وقالت له من النهارده هيبقى في حدود بينا وما تقربش مني قوي كده تاني لان معايا حاجه ماسكاها عليك. ووريته الفيديو بتاع قتل قال لها ده تهديد ولا تفاوض؟ وزميلك ده لو يعرف انه مات عشان تتفاوضوا معايا بس هيكون مبسوط؟ قالت له لو يعرف ده هيكون فخور بيه، واحد زيك بيملك كل حاجه مش هيفهم ده. بعدها جون كلمها وقالت له كانت عايزه تمسك حاجه على هيوك عشان يلزم حدوده معاها. ساعدها في ده، كان عارف انه ممكن يموت وكان مستعد لده. قال لها انت عايزه تقول ان موته ده مش بسببك، لازم تقف لحد كده كفايه. قالت له انا مش هقف، انا عندي طريق ماشيه فيه. وجون بيكلم المنتج وقال له العرض بتاعك لسه موجود ولا لا؟ وبيروح لهيوك وبيقول له تسجيل قتل معايا، لو ما سبتش جين في حالها هيكون مع الصحافة. قال له يعني كلمتين قالهم واحد هيسجنوني؟ وجون بيوريه ان الموبايل اللي كان مع بيصور وبيبعت للموبايل التاني ومسجل كلام رجالته واتفاقهم معاه. وجون قال له حتى لو ما حصلش حاجة سمعتك هتتوسخ. قال له انا اعرف اغسلها كويس ما تشغلش بالك. جون قال له انت وجين لازم تتوقفوا، ده تحذير ليك وليها. هيوك قال له اخر حد حذرني كان جون قال له ارجع خطوة لورا انا هوقف جين. والاعلام بيتكلم عن النجاح الفظيع لفيلم جين في العالم وانها مرشحة لافضل ممثلة. وجون بيتصل بيها ما بتردش وبيجمع كل صوره وهو صغير وصوره مع امه كمان عشان هيرميها.
وجين بعتت له رسالة: كلمني لما تبقى عايز تساعدني وإلا ما تقفش في طريقي. وفي النسخة 46 من جوائز التنين الأزرق وجين بتوصل والصحافة مهتمة بيها وبيصوروها، وجون بيقابل المنتج وقال له النهاردة آخر صور هياخدها الإعلام لجين وهي في أفضل حالاتها. وبنكون في أول مشهد من المسلسل وعرفنا جين إنها مسؤولة عن قتل 2 وبتخطط للجريمة الثالثة، وإنها عندها اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع وبتستغل الناس لتحقيق أهدافها. وفي نفس الوقت في وثائقي منتشر على النت عنها عن استغلالها للناس وتدمير حياتهم. وفي الوقت ده جين بتفوز بجائزة أفضل ممثلة فعلا. وفي الوثائقي أخو كانج قال إنها بتمثل حتى في جنازة جدتي كان في أوقات واضح عليها التمثيل. وسيونج هي بتتكلم من مستشفى المجانين وقالت إنها من زمان ممثلة وبتستخدم تمثيلها لصالحها. وأخو كانج قال كنت فاكر إنها بتحبه لكن ما حضرتش جنازته حتى، وبعدها بوقت بسيط اتجوزت راجل غني. والمذيع قال مفيش أي دليل على جرائمها بس لازم يتم التحقيق في قضية قتل أبوها تاني. والجمهور بيشوف الأخبار المنتشرة عنها ومفيش حد بيسقف لها بعد شكرها للجمهور وبتستغرب من ده. وجون بيتكلم عن إن جين كانت بتخطط للجريمة من فترة وجين شايفاه، وإنها اتقابلت مع تشوي واستغلته لتنفيذ جريمتها وعملت له فخ. بعدها جين كسرت الجايزة وبتمشي وجون بيحكي اللي حصل يوم قتل أبوها وهي بتجري من الناس ونظراتهم ليها، وبتخرج بره القاعة وهيوك شايفها وبتمشي في الشارع منهارة. وجون قال هي بتبني نجاحها على حساب الآخرين واللي هي فيه ده بسبب كده وبيعيط. بعدها جين ماشية في الشارع وتتقابل مع جون وبتركب معاه وقال لها استنيت كتير تتغيري ما اتغيرتيش. قالت له أيوة معاك حق، انت ندمان دلوقتي؟ قال لها لأ، لأن الشخص الوحيد اللي قادر يتعامل معاكي دلوقتي. قالت له مفيش مكان أروح دلوقتي. قال لها عادي أنا معاكي حتى لو هنروح للجحيم، لو قلت هتتوقفي هقف معاكي لحد هنا، ده قرارك. قالت إنها لما افتكرت إن مفيش حاجة تمنعها كان جون آخر حد بيوقفها. جون قال لها أنا عملت كده عشان مفيش حد يتأذي تاني، أنا بحبك، وبيعيط. وتتقلب بهم العربية من مرتفع والإعلام بيتكلم عن موت جون في الحادثة وجين مفقودة لحد دلوقتي. وبيكون جون كان سايب رسالة لأمه إنه منساش اللي حصل منها زمان وساب لها قبل ما يموت ذكريات كويسة، بس محى كل الصور القديمة بينهم كانتقام طويل الأمد. وقال لأمه أتمنى تكوني بسلام. وهوانج بتكون منهارة وبتقع من على السلم، وهيوك رجالته بيدوروا مش لاقيين جين. والمذيع اللي فضحها بيتكلم ان في فيديو جالهم من مصدر مجهول وقت الحادثة وجين كانت مع جون في الوقت ده، ومن وقتها اختفت ومفيش خبر عنها. وبنشوف حد بيجي يزور جين في مدفنها وحط لها وردة. وبنرجع لوقت الحادثة جين خرجت عايشة وجون كان بيموت في الوقت ده. جين طلعت على الجبل ووقفت تبص على عربية جون وبتضحك، وبيخلص المسلسل.